عسكر ومصور وشبيح، كل شيء جاهز أمام مسجد القابون الدمشقي. يخرج المصلون تحت تلويح العصي والسلاح فيتفرقون كل إلى شأنه. لن يمر وقت طويل حتى يظهر أهل القابون في التلفزيون الحكومي، مواطنين صالحين يحبون القائد ويكرهون العصابات. تتكرر القصة في الميدان، مع فارق أن تظاهرة كبيرة حصلت هناك لا يظهر أثرها في التلفزيون. هكذا يلقي النظام السوري القبض على دمشق ذات الحساسية الخاصة. يقول معارضون إنه خصص لضبطها الفرق العسكرية الخالصة الولاء مدعومة بالشرطة السرية، ويرون أن النظام السوري يستميت ما يزال لتحييد دمشق العاصمة أولا وحلب ثانيا، لا يريد ميدان تحرير آخر في ساحة الأمويين أو العباسيين. شهيد ثاني. في دوما القريبة كان التصدي للمتظاهرين بالرصاص والقنابل، وعندما وصل المراقبون العرب خرجت دوما كلها. في آخر جمعة من العام وأول جمعة في وجود المراقبين عمت التظاهرات طول سوريا وعرضها رغم القمع. في حما استمر إطلاق الرصاص على المدنيين الذين يحاولون منذ أيام الوصول إلى ساحة العاصي. في إدلب حشد جماهيري ضخم، لم يجرؤ النظام على قتل الناس أمام المراقبين، وما إن غابوا حتى كان هذا المشهد. قصة أهل درعا كانت مختلفة. نزل وفد المراقبين العرب في فندق اسمه الوردة البيضاء يبعد نحو كيلومتر واحد عن درعا البلد، حيث تجمع الأهالي حين سمعوا بأن اللجنة ستكون في المسجد العمري. لم تحضر اللجنة وكان الرصاص بانتظارهم. بعد الظهر ظهر المراقبون على طريق السد، التف حولهم بعض الأهالي والأمن يراقب. سألت الحزب إلا بالجوية، وسألت بالسرايا قالوا لا بالجوية. 100 مراقب بكاميرات صغيرة ودفاتر مدرسية يفترض بهم أن يراقبوا كل سوريا. يلقاهم الأهالي بحرقة من يرى آدميا بعد سنوات من العزلة والظلام. نعم. هكذا ارتأى العرب أن يحموا المدنيين في سوريا، لكن السوريين اختصروا الطريق ولجأوا إلى حماية من نوع آخر.